يعد دكتور هو واحداً من أعظم مسلسلات الخيال العلمي في تاريخ التلفزيون، حيث يمزج بين المغامرة والفلسفة والخيال بأسلوب فريد لا يشبه أي عمل آخر. تدور القصة حول الدكتور، كائن فضائي قادر على السفر عبر الزمن والمكان باستخدام مركبته الشهيرة تارديس ليخوض مغامرات لا تنتهي بين الماضي والمستقبل. قوة المسلسل تكمن في فكرته الذكية القائمة على التجدد، حيث يتغير شكل وشخصية البطل باستمرار، مما يمنح العمل روحاً متجددة ويجعله قادراً على الاستمرار لعقود دون أن يفقد هويته. وقد جسد هذه الشخصية عدد من الممثلين مثل ديفيد تيننت ومات سميث وجودي ويتيكر، وكل نسخة قدمت طابعاً مختلفاً يجمع بين الغموض والذكاء والإنسانية. من الناحية الفنية يتميز المسلسل بتنوع كبير في الحلقات، فمرة يأخذك إلى عوالم مرعبة مليئة بالكائنات الغريبة، ومرة يقدم قصصاً إنسانية مؤثرة تمس مشاعر المشاهد بشكل عميق. كما أن العلاقة بين الدكتور ومرافقيه تضيف بعداً عاطفياً قوياً يمثل الرابط الإنساني داخل عالم مليء بالخيال. ورغم عظمة العمل إلا أنه ليس مثالياً دائماً، فبعض المواسم تعاني من تفاوت في الجودة أو قصص معقدة بشكل مبالغ فيه، لكن ذلك لا يقلل من مكانته كعمل أيقوني استطاع أن يجمع بين الترفيه والرسائل العميقة ويقدم تجربة فريدة تستمر في جذب الأجيال حتى اليوم. Everything is out of sync. Our entire reality is in danger. I promised that I would keep you safe. But you can't promise. I can. I will. I do.